السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد ومهم برضو، وهو ال DDH اللي هو خلع مفصل الورك عند الأطفال. عايزة أقول إن الموضوع ده لو متلحقش بدري بعد كده الطفل هيبقى عنده مشكلة في المشي، وللأسف مش هيبقى ليها حل وهيفضل كده طول عمره. طيب تعالوا بينا نشوف الأول إيه هو مفصل الورك وبيتركب من إيه. زي ما هيظهر في الصورة دلوقتي، مفصل الورك هو عبارة عن عظمة الفخذ وداخلة جوه حاجة كده اسمها الاسيتابيولم. تمام، هو بالشكل ده كده، هو داخل كده، ده النورمال، ده الطبيعي. في DDH بقى إيه اللي بيحصل؟ عظمة الفخذ بتخرج بره الاسيتابيولم بالشكل ده، ده كده في DDH بيبقى بالشكل ده. الموضوع ده بيحصل أكتر في البنات، بنسبة كبيرة في البنات. وكمان لو كان الأب أو الأم جالهم DDH وهم صغيرين، فاحتمال إن الطفل اللي هيتولد يجيله DDH كبيرة، أو إن الطفل ده يكون أول مولود للأم دي، علشان الرحم بيكون لسه تايت، يعني بيكون لسه يعني ايه مش واخد على حوار الحمل وكده، فممكن يبقى ضيق عليه شويه فيحصل له الخلع. طيب اعرف منين بقى اذا كان الطفل ده عنده DDH ولا لا؟ من كلام الام بتيجي تقول لك انا ما بعرفش البسه البامبرز، يعني رجله ما بتفتحش معاها. كمان بتبص كده على رجله وتحس ان في رجل اقصر من رجلي. طب هعرف الموضوع ده ازاي؟ نيمه على ظهره واتني ركبته، رجله تبقى على الارض، وبص على مستوى الركبتين بتوعه. لو في ركبه ساقطه عن التانيه يبقى عنده DDH. لو في ركبه ساقطه عن التانيه، اللي ساقطه دي هي دي اللي فيها DDH، هي دي اللي فيها الخلع. وعايزه اقول ان ممكن يحصل الخلع في الناحيتين عادي. لو حصل في ناحيه واحده بيبقى اكتر ان هو يجي في الرجل الشمال. لو حصل في الناحيتين بيجي الطفل كده هو داخل عليه، لو هو بيمشي خصوصا، يعني لو هو بيمشي هتلاقيه ماشي مشية البطه، جاي كده ويجي كده ويجي كده. ده لو هو عنده خلع في المفصلين في الناحيتين. تمام كده. طيب التستات بقى اللي انا هعملها، في تستين مهمين قوي اللي هم البارلو تيست والاورتولاني تيست. البارلو تيست ده ببساطه شديده انا بعمل خلع للمفصل، انا بخلع المفصل. الاورتولاني تيست برد المفصل تاني، يعني انا خلعته في البارلو، بعده بعمل الاورتولاني برد المفصل تاني. تعالوا ما نشوف الاول بيحصل ازاي البارلو تيست والاورتولاني تيست، وبعد كده نكمل كلامنا. دلوقتي هنعمل البارلو تيست. اول حاجه الطفل هينام على ظهره، وهثبت الرجل التانية اللي مش هستخدمها، والرجل هستخدمها هبدا ان انا اعمل فيها فليكشن في الهيب والني. دلوقتي الصمب المفروض هيبقى عند الجروين، والاندكس بتاعي هيبقى عند الني. هعمل شويه ابدكشن، وبعد كده هبدا ان انا اعمل ادكشن مع بريشر في البوستيريور دايركشن وكده. لو سمعت صوت كليك يبقى بوزيتيف تيست. هنعمل تاني، هثبت الرجل التانية، هبدأ ان انا اعمل هيب وني فليكشن في الرجل اللي هستخدمها مع شوية ابدكشن، والصمب هيبقى عند الجروين والاندكس هيبقى عند الني. هبدأ ان انا اعمل ادكشن مع بريشر في البوستيريور دايركشن. لو سمعت صوت كليك ساوند يبقى كده بوزيتيف تيست. دلوقتي هنعمل الاورتولاني تيست. المفروض ان انا هبدأ من البوزيشن اللي انا انتهيت بيه في البارلو، اللي هو هيب وني فليكشن وادكشن. الثumb هيبقى عند الني، والاندكس هيبقى عند الجريتر تروكانتر، وهبدأ ان انا اعمل ابدكشن. طيب تاني هبدأ من البوزيشن اللي انتهيت بيه في البارلو، بعد كده الثumb هيبقى عند الني، والاندكس هيبقى عند الجريتر تروكانتر، وبعد كده هبدأ ان انا اعمل ابدكشن في الهيب. لو حسيت بكليك يبقى بوزيتيف تيست. طيب بالنسبه للايميجنج بقى، لو الطفل جاي لي قبل 6 شهور بشتغل الترا ساوند، او بعمل له الصوره بالالترا ساوند اللي هي سونار. تمام. والافضل قوي ان انا اعملها له بعد 6 اسابيع من الولاده، لان قبل ال6 اسابيع ممكن يديني مسليدنج، بمعنى ان ممكن يكون الطفل اصلا طبيعي ويجي لي في الصوره، او ان انا افسر الصوره غلط ان هو عنده DDH. فلو احنا عملنا سونار قبل 6 اسابيع في ال6 اسابيع الاولانيين من الولاده، لزياده تاكيد نعملهم بعد 6 اسابيع. طيب لو الطفل بقى جاي لي بعد 6 شهور اعمل له اكس راي. تمام. طيب نيجي بقى للنقطه المهمه، وهي التريتمنت. انا هعالج الطفل ده ازاي؟ الطفل جاي لي في مرحله مبكره، لو لسه جاي لسه مولود يعني، واكتشفنا ان هو عنده DDH، فاول حاجه انا بشتغل بيها او اول حاجه انا بعملها له هو اللي انا بستخدم حاجه اسمها البافليك هارنس، هتظهر صورته دلوقتي. ده انا بلبسه للبيشنت، وبالبافليك هارنس ده بيخلي رجله تبقى في فليكشن وابدكشن. تمام كده. طيب لو البافليك هارنس ده او الموضوع الكونسرفيتيف تريتمنت، العلاج التحفظي ده، ما جابش معايا نتيجه، بدخل للعلاج الجراحي. او ان الطفل مثلا جاي لي في مرحله متاخره اصلا، فانا بوديه على طول للعلاج الجراحي. المهم دلوقتي بقى الدكتور رد لي المفصل تاني. بعد كده المفروض ان هو الطفل هيلبس حاجه اسمها الهيبس بايكا كاست، هتظهر صورتها برده دلوقتي، وهيلبسها. تمام. انا بقى الاكيد ان انا مش هسيبه من غير ما اشتغل معاه. طيب في الفيز الاولانيه بعد العمليه
هبدا ان انا اشتغل معاه بريذنج اكسرسايزز، هشتغل معاه رينج اوف موشن للابر ليم، وهعمل ايزومتريك اكسرسايزز للور ليم. تمام كده. بعد كده في الفيز الثانيه نبدا ان احنا نعمل بقى باسيف اكسرسايزز ثم اكتيف اكسرسايزز للور ليم. تمام كده. ونشتغل رينج اوف موشن في الاتجاه الفليكشن والابدكشن والانترنال روتيشن. ابعد دلوقتي عن الاكسترنال روتيشن عشان ما يحصلوش تاني ديسلوكيشن. بعد كده نبدا ان احنا نشتغل سترينثنينج اكسرسايزز، هعملها للهيب ابدكتور، هعملها للكور ماسلز. تمام. طيب في كمان الفانكشنال اكتيفيتيز، زي مثلا ان انا اخليه يمشي بقى، ان انا اخليه يطلع سلالم وينزل، استخدم بالانس، ده مهم قوي. تمام. واخر حاجه ان انا استخدم موداليتيز ثانيه زي مثلا الاكواتيك ثيرابي، ده مهم قوي قوي. وعارفين طبعا ان الميه بتقلل الوزن اللي واقع على المفاصل، وكمان بتزود القوه بتاعه العضلات، فدي حاجه كويسه. وممكن استخدم الهيبوثيرابي. الهيبوثيرابي ده اللي هو بيركب على حصان، ده بس ده في النهايات يعني، بيركب على حصان. ليه بقى؟ لان الركوب على الحصان عامه بيزود التوازن اكتر، بيخليه متوازن اكتر، وكمان بيزود القوه بتاعه العضلات. وافتكر هنا قول سيدنا عمر بن الخطاب لما قال علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. يعتبر كده في الفيديو ده احنا قلنا أهمية بسيطة عن السباحة وركوب الخيل، وفي فيديو أصلا كامل عن أهمية الاكواتيك ثيرابي.